16 نوفمبر 1869 افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي اسماعيل. وساعتها قرر الخديوي اسماعيل ان هو يعزم امراء العالم كلهم علشان خاطر يجوا يشوفوا الحدث التاريخي العظيم اللي هيحصل في مصر. علشان كده قرر ان اي حد هيجي من اوروبا او من اي حته بره لازم بيعدي على البحر المتوسط لحد ما بيوصل لبورسعيد اول راس قناة السويس. وعلشان ما حدش يتوه فقرر ان هو يعمل في كل محافظه فناره. والنهارده حبيت اجي لكم نشوف اقدم فناره، وكانت تعتبر هي اول فناره تتعمل من المعدن في مصر وفي العالم كله. الفناره دي موجوده في مصيف بلطيم في محافظه كفر الشيخ في شط الفنار. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده، هي دي اقدم فناره معدنيه حصلت في مصر، او تقدروا تقولوا تقريبا في العالم. دي كانت بنت من قبل افتتاح قناه السويس 1869 زي ما قلنا من شويه. الفناره دي موجوده دلوقتي على شط الفنار في مصيف بلطيم محافظه كفر الشيخ، ومفيش حد بيجي هنا اصلا ومحدش يعرف عنها حاجه. ومتصرح ان اي حد يخش يتصور عندها لو حابين، المكان مفتوح بتيجوا تخشوا تصوروا، بتعملوا كل اللي نفسكم فيه. الفنارة دي بقالها أكتر من 150 سنة، يعني عمر تاني. المكان هنا جميل وأي حد حابب يجي يشوفها يجي في أي وقت. هنحاول دلوقتي نخش نصورها لكم من قريب لأن هي كبيرة جدا. جنب الفنارة اهوت، بص ده العمود اللي هو تقدروا تقولوا محملين عليه الفنارة. شفت العمود قد ايه؟ استنوا بصوا دي الصمامة بتاعتها. تعالوا بص على الفنارة ذات نفسها. ده حجم الفنارة. بص بقى تحت الفنارة. المكان هنا جميل يا جماعه والله، اللي اي حد حابب يجي يتصور يجي في اي وقت، وهنا مفيش حد بيتكلم خالص. فالفناره دي تعتبر من ضمن اقدم فناره معدنيه اتعملت في مصر او في العالم كله. ومن عظمه الفناره دي يا جماعه في وقتها ان كان معظم الافلام زمان كانت بتيجي تتصور هنا، وطبعا اشهرهم فريد الأطرش. ازاي تقولي كده وانت عارفه ان وحيد كل شيء بالنسبه لي؟ يا جماعه زي ما انتم شفتوا دلوقتي اللقطه دي متصوره هنا، لان كان في وقتها كانت الفناره ديت تعتبر حاجه جديده، عمر ما حد عمل فناره في العالم كلها بطريقه المعدن دي. ولحد النهارده هي تعتبر اقدم فناره معدنيه في العالم، علشان كده محدش يعرف اهميتها، بس هي مهمه جدا جدا. فناره بالعمر ده اكتر من 150 سنه ولسه موجوده زي ما هي وثابته في مكانها. حتى المباني اللي حوالين الفناره دي كانت المباني بتاعت الموظفين زمان، كانوا بيجوا يقعدوا فيها وبيشتغلوا منها. دلوقتي مصيف بلطيم انتوا تشوفوه دايما في الافلام او المسلسلات بيتقلصوا ويضحكوا عليه، بس اللي محدش يعرفه ان المكان ده كان هو يعتبر اول مصيف في مصر كلها تقريبا، لان كانت المنطقه بتاعت سينا كانت محتله، علشان كده ما كانش في حد بيروح يصيف هناك. كان اقرب مكان لهم بيصيفوا فيه هو المصيف بتاع بلطيم، وكانت في منطقه الفنار دي، لان كانت منطقه الفنار عشان هي حاجه جديده كان الكل بيجي يتفرج عليها زمان ويجي يتصوروا عندها.